السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد عن المشتريات. طبعا انا كل فترة كده باجي آه بس بصراحة مليت يعني مليت بقى ان انا اعمل اكلات، مليت. لو في حاجة كويسة بطلع اقولها لكم يعني. مش اكتر ولا اقل بصراحة. طبعا زي ما انتم عارفين ان في عروض دلوقتي فظيعة وفي سيل تخفيضات رهيبة. الجمعة البيضاء وحاجات كتير قوي، كل الصفحات عاملة عروض. فانا حبيت ان انا اجيب شوية حاجات كده، كلها ايه، حاجات للبيت وكده، مش للخروج. آه بصوا، اول حاجة البيجامة دي انا بحبها جدا، بحب البيجامات اللي هي بتبقى كده دي. فهي دلوقتي موجودة كتير قوي على الفيسبوك بس بأسعار خيالية. دي ب 400 جنيه. نزل عليها تخفيض من بعد ما كانت ب 550. وفي بيتجات بتباعها ب 470، وفي بيتجات بتباعها ب 450. فهي نزل عليها سيل، فهي حلوة قوي. عارفين انا من الناس اللي ما بحبش البس الحاجات اللي هي التقيلة قوي، وكمان جايباها اوسع مني بكتير عشان تبقى مرتاحة، لان انا ايه بحب في البيت تبقى الحاجات مرتاحة كده وحلوة، بحيث ان انتي تعرفي تصلي بيها، تعرفي تبقي مرتاحة وانتي مثلا في الشقة كده يعني. فانا جايباها مقاس كبير اكبر مني 2 اكس لارج عشان تبقى مرتاحة. هي طلعت كبيرة عليا قوي بس مش مشكلة بقى يعني بصراحة. عجباني قوي، قطيفة كده. جبت منها اللون ده، وجبت منها، هنزل لكم برضو صورتها على البيج، آه، قصدي صورتها على الصفحة، على الفيديو يعني وانتوا بتتفرجوا. نسيت والله كنت بقول ايه نسيت الفيديو كان بيتعمل ازاي آه، جبت منها البينك دي برضو حلوة قوي قوي. وجبت منها لون تاني الاسود، بس جبتها لماما يعني، لان ماما بتحب اللون الاسود يعني. جبت منها 3 حلوين قوي، كان عليهم العرض اللي هم ب 400 جنيه. الواحدة ب 400 جنيه. وجبت كمان بقى بيجامات حلوة قوي بلبسها دلوقتي. انا لسه لغاية دلوقتي على فكرة يعني ما شتتش. يعني شتت لاولادي لكن انا ما شتتش. جبت بقى بيجامات خريفي كده، انا بحب البسها قوي. الخريفي دي تبقى حلوة قوي لان احنا هيجي علينا العيد في الخريفي. برضو هنزل لكم الصورة بتاعتها. بصوا البنطلون اللي هو ده كده، اللي هو ده كده هو. التيشيرت، بس انا طلبتهم منهم مره وجولي مقاس كبير قوي قوي، اكس لارج. جالي مقاس 2 اكس لارج، جاله مقاس كبير قوي. فحسيت ان هم كبار قوي لا عليا. جيت طلبت تاني قلت هخليها اكس لارج واحد. برضو كبار يعني برضو كبار قوي، بس حلوين قوي. بصوا نفس الطبعه بتاعت البنطلون، شكلها حلو جدا. وجبت اللون الاحمر ده، هوريكم الصور عشان تبقى اوضح احسن من العرض كده. الاحمر في بينك كده، عشان ايه، عشان رأس السنة وكده. ما عنديش حاجة حمراء أصلا. يعني بنعمل تفاريح كده، سنة جديدة خير علينا، مش مجرد إن احنا بنحتفل بحاجة يعني. فحلو قوي. وجبت كمان، دي كانت سعرها كانت ب 320 جنيه، نازل عليها سيل، بقت ب 260. فحلو قوي وسعرها حلو جدا جدا. انا اصلا كنت ناويه السنه دي ان انا اجيب بنطلونات والبس تيشرتات من عندي، يعني الهدوم الخروج اللي عندي اللي انا مبقتش البسها في الشارع. فدي بقت، لقيت ديت سعرها حلو قوي وشكلها تحفة بصراحة. فجبتهم بقى. انا بقالي كتير ما جبتش لبس ليا، بقى سنتين تقريبا حاجة كده، فجبتهم. حاطط لكم كل الصور بتاعة الترنجات. جبت كمان دول الصيفي. جبت 3. جبت لون احمر، واحط لكم برضو صورة البتاع. واسعة بقى وحلوة بقى عشان الصيف وكده. الاضاءة هنا مش باينة قوي. ده لونه بينك كده، والبنطلون بتاعه تقريبا كحلي. شايلاهم بقى عشان الصيف. وده لبني. آه هم عندهم 4 اشكال بس، فانا اخترت التلاتة بتوع الصيفي دول. الواحد كان عليه عرض برضو. الواحد كان ب 270 جنيه. فعجبني جدا انه وسع البنطلون
وحلو جدا. ساعات مثلا بروح اصيف، فبيبقى مثلا وانا واخده في الاوتيل او كده، فببقى عايزه حاجه ايه، جسمي بيبقى واجعني قوي، ببقى عايزه حاجه واسعه جدا في نفس الوقت شكلها حلو. فالبنطلون شكله حلو جدا، والتيشيرت وشكلهم حلو جدا 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 بصراحه. فالحقوا العروض دلوقتي، في عروض كتير، وانزل لكم الصفحه اسمها كايرو حاجه، هنزل لكم اسمها. وعامله عروض على الشتوي وعلى الصيفي وعلى الخريفي. يعني الخريفي ده دايما ما بلاقيهوش كتير. فالتلات الوان دول حلوين. الالوان في الكاميرا مش باينه قوي لان الفلاش فاصل، هما اهدى من كده. والبينك حلو جدا، وكمان اخترت في الخريف الموف، فالموف حلو جدا برضو. فبصراحه الالوان حلوه قوي قوي قوي. الستايل اصلا بتاع الترنج نفسه تحس ان هو خروج، عارفين البنطلون الواسع وعليه تيشيرت كده من فوق، فشكلهم شيك قوي بصراحه. هنا ده بقى جبت حاجات كده لابني من التوحيد والنور عادي، بس عليها برضو سيل. بصوا جاكيت جينز كده، فاسعاره حلو قوي، كان ب 350 جنيه. هو حلو جدا وتلبسه حلو. بس هو في اللي هو الجينز اسمه ايه، الكاتن دوت، اللي هو متقطع كده. فهشيلهوله في العيد لو كان لينا عمر يعني ان شاء الله، عشان حاسه ان هو خريفي يعني. عارفين الجينز ما بيدفيش قوي يعني. جبت له كمان البنطلون نفس اللون ب 289. بس الجينز بتاعه حلو جدا وتقيل جدا، بحيث ان هو يبقى طقم كده، ومن تحت يلبس التيشيرت نص كم، وكمان كده قوي. حسيت ان هو بالمره. انا عندي ابني على طول يعني بغير له البناطيل الجينز يعني بيطول. وجبت البنوتي ده بنطلون جينز لقيت خامته حلوه قوي، فجبته لها بمية ب215. لا هو ده بنطلون، ده بنطلون ابني. جبت له بنطلون كمان، وجبت له كمان واحد كمان للمدرسة، باجي كده وبأستك من تحت. بنطلون المدرسة بتاعه كحلي، وفي اليونيفورم يعني في خط أخضر كده، بس وبر كده وبقى مش حلو. حبيت ان اجيب له ده شيك وشكله حلو، جبردين كده، تقريبا ب300 جنيه او ب290 جنيه ده. والبنطلون الجينز التاني اللي هو جينز فاتح ده ب 215 زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا ستايله كمان من قدام حلو قوي، زي بتاع باباه كده وبتاع الكبار. بصراحة شيك جدا، والجبردين بتاعه حلو قوي. وده بقى بنطلون لبنوتي، جبت لها بنطلون فاتح كده لان هي عندها بنطلون اسود وعندها بنطلون ازرق غامق. حبيت ان انا اجيب لها بنطلون فاتح كمان لبني يعني. عندها بينك بنطلون هو ب182 جنيه، ازرق كده وحلو بصراحة. وجبت لهم كمان 2 سويت شيرت كده عليهم عرض، الاتنين كانوا ب300 جنيه. هما طبعا بيحبوا سبايدر مان قوي، جبتهم اهو. شكلهم حلو قوي وعارفين الخفاف، وفي نفس الوقت بيدفوا. بصراحة شيك جدا. وجبت كمان نرجع بقى هدوم لهدوم الخروج الخروج دي بتاعتي انا. ليا حلوة قوي، من صفحة هحط لكم صورتها، واحط لكم صورة الحاجة عشان مش باينة. انا بس بوريكم التفاصيل عن قريب. بصوا فيها الحاجات الشراشيب دي، هو زي دريس كده، قميص. عارفين اللي انتوا الستايل ده. انا جبت سايز 2 اكس، طلع كبير عليا بس مش مشكلة، واسع شوية يعني. بس عايزة اقول لكم حلو جدا جدا جدا. في منه لون تاني بس للأسف انا يعني خلص، كل المقاسات منه خلصت. حلو قوي دوت. اللي هي القماشة الباردة دي يعني هو خريفي او صيفي، لكن مش شتوي يعني، خفيف مش تقيل يعني. وجبت كمان السوت دي، جبتها بقى لنزول المدرسة وكده، وشكلها في اللبس تحفة تحفة. بصوا هو القميص منه فيه كده، وانا اول مرة البس اللون ده خالص، ما عنديش اللون ده ابدا، اللون الاخضر ده. وطلبت منها واحدة تانية، طلبت منها لون تاني، لونين تاني، اللون الاسود واللون البني، لان هي بصراحة عجبتني جدا جدا، وعملية قوي في لبس ان انتي
وانا بودي الولاد الصبح المدرسة. يعني انا بودي ابني بس المدرسة، التانيين بيروح بالباص. فحلو قوي. بصوا كده طبعا هيبين لكم برضو صورتها، هي باينه ان هي اخضر غامق، هي اخضر اخضر يعني هي. بس بصراحه شكلها حلو، شكلها حلو جدا جدا في اللبس. وهي سودة على بعضيها يعني. والبنطلون اهو، البنطلون بتاعها حلو برضو. فالستايل بتاعها شكله شيك جدا جدا بصراحه. من السود كلها شكلها شيك وعمليه. انا بحتار جدا الصبح، ساعات ببقى متاخره فببقى مش عايزه البس نفس الحاجه، واما بكون متاخره بلبس نفس الحاجه اللي لبستها امبارح مثلا. لكن لو انا بقى مجهزه حاجه من قبليها فبيبقى احسن. لكن السود دي بتبقى على بعضيها بقى على طول. يا دوبك انتي بتلبسي الطرحه وخلاص كده. طبعا هي عايزه طرحه بيضه وخلاص كده زي الفل يعني. فحلو قوي البنطلون بتاعه اهو. فبجد السوت عمليه جدا، ويعني برضو تنفع خريفي وتنفع يعني. هي شتوي خفيفه شويه يعني، مش في الشتاء تسقع. بس انا بروح على طول وبرجع يعني، ما بتاخدش وقت. وفي نفس الوقت برضو مش خفيفه قوي يعني. فبصراحه حلوه جدا. طلبت منها البني، اوريكم صورتها. وطلبت منها اللون الاسود. يعني قلت ايه، لو عجبني اللون الاسود هاخده برضو. لان هي حلوه قوي. انا بحاول الايام دي على قد ما اقدر ان انا ابعد عن اللون الاسود بكل الطرق، لاني بصراحه بقى عندي لبس اسود كتير قوي وعلى طول بلبس اسود. فبصراحه بقيت متضايقه من الموضوع ده. فبحاول على قد ما اقدر بقى. بس الشميز ده حلو جدا. لو هنزل لكم الصفحة وتشوفوا مثلا مقاسكم واطلبوه. سعره مش غالي، ب 300 جنيه. سعره حلو قوي بجد. والسود ديت سعرها 500 جنيه او 450. فحلوة جدا وعملية ان هي كلها مفيش اي حاجة تلبسيها غير الطرحة يعني. البنطلون فطبعا 450 جنيه على البنطلون وعلى الطرحة وعلى كل الحاجات دي، حلو جدا. ونفس الموضوع برضو الدريس. يا دوبك مثلا لو عايز تلبسي في الشتاء مثلا زي دلوقتي كده، ممكن تلبسي هاف بوت والشنطة والطرحة خلاص كده. او تلبسيه بقى وفي الصيف برضو نفس الموضوع على السليبر او اي حاجة. ممكن على السليبر يبقى شكله شيك قوي، بس هو بصراحة لا مش عايز سليبر، هو عايز حاجة. عايز مثلا باليرينا كده صغيرة. عايز حاجة كده شيك شوية، لان هو شيك، هو شيك جدا في اللبس. والشراشيب اللي فيه دي، بصوا الشراشيب اللي فيه دي مشيكة قوي يعني بجد مشيكة جدا، شيك جدا بصراحة. القميص اللي هو الدريس ده شيك جدا جدا جدا. مش عارفة بقى ده البيج بتاعتهم ولا ايه. بس هما بصراحة حلو جدا، حلوين جدا. بس دي كانت مشترياتي ومشتريات ولادي. لو جبت اي حاجة تانية في الخصومات اوريها لكم. كان نفسي اوي اشتري من بس اند بادي وركس، بس ما لحقتهمش. كانوا عاملين خصومات رهيبة رهيبة على الشمع بقى والبودي سبلاش واللوشن والحاجات دي. بس للاسف ما لحقتهمش. بس ان شاء الله ممكن ينزلوا تاني يعني عروض. هحاول ربنا يكرم يعني. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. والحقوا الخصومات، فيها حاجات حلوة وفيها حاجات ان هي اسعارها كويسة يعني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.